أعزائي مشاهدي ومتابعي موقع ومنصات جو إيجابيا، أهلا وسهلا بكم في لايف جديد. بين ليلة وضحاها اتحول ملف تأخيرات رحلات مصر للطيران لترند وقضية رأي عام. والمرة دي مش مجرد شكاوى على السوشيال ميديا، لا، الموضوع وصل لحد قبة البرلمان. المستشار طاهر الخولي عضو مجلس النواب ووكيل اللجنة التشريعية قدم طلب إحاطة عاجل وموجه لوزير الطيران المدني، والسبب هو حالة الفوضى اللي بقت متكررة في مواعيد إقلاع رحلات الشركة الوطنية. إيه الحكاية وليه النائب اتحرك دلوقتي؟ المستشار طاهر الخولي مسكتش على اللي بيحصل وأكد إن مصر للطيران هي الناقل الوطني وصورتنا قدام العالم، وعشان كده أي تقصير فيها بيسمع في قطاع السياحة والاقتصاد كله. النائب حذر كمان من تكرار التأخيرات دي، إنه بيدي انطباع سيء جدا للسياح والمواطنين، وبيهز الثقة في شركة كان المفروض تكون هي الأفضل في المنطقة. النقطة اللي ضايقت النائب والركاب فعلا هي إن التأخيرات دي بتحصل بدون مبرر، يعني لا في ظروف جوية وحشة ولا في عواصف ولا أي سبب خارج عن الإرادة، مجرد تأخير وخلاص. والأدهى من كده إن مفيش اعتذار رسمي بيتقدم للناس ولا توضيح شفاف بيبرد نار المسافرين اللي بيفضلوا مرميين في المطارات بالساعات. يعني مثلا واقعة المدينة المنورة، القشة اللي قسمت ظهر البعير. النائب طاهر الخولي ضرب مثال صارخ للي بيحصل، وحكى عن واقعة رحلة كانت جاية من المدينة المنورة للقاهرة. الرحلة دي كان المفروض تطلع الساعة 8:30 مساء، لكن اللي حصل إنها اتأخرت لحد الساعة 1 بعد منتصف الليل. يعني تأخير دخل في 5 ساعات كاملة. تخيلوا كبار سن ومرضى وأطفال وقلق أهالي مستنيين في مطار القاهرة، والشركة لا بلغت الناس بمسج ولا طلعت حد يطمنهم ولا حتى قدموا وجبة أو اعتذار بسيط. النائب شدد إن الواقعة دي بالذات صعبة لأننا داخلين على موسم الحج وده وقت ذروة، والمفروض الشركة تكون في قمة استعدادها مش في قمة تخبطها. وهنا لازم نسأل، حقوق الركاب ضايعة فين؟ في طلب الإحاطة النائب ركز على إن اللي بيحصل ده إخلال صريح بحقوق الركاب. المسافر لما بيحجز تذكرة على الناقل الوطني بيبقى متوقع انضباط وتقدير لوقته، لكن لما التأخير يبقى هو القاعدة مش الاستثناء، هنا لازم وقفة حاسمة. الخولي طالب وزير الطيران بضرورة وجود منظومة رقابة قوية وتوضيح الأسباب الحقيقية وراء الأزمات دي. هل هي نقص في الكوادر، ولا مشاكل فنية في الأسطول، ولا سوء إدارة للمواعيد؟ وبالنسبة لتداعيات الأزمة على السياحة، مصر حاليا بتبذل مجهود جبار عشان تنشط السياحة وترجع الأرقام لمعدلاتها القياسية. لما يجي سايح ويجرب مصر للطيران ويلاقي المواعيد مطاطة، أول حاجة هيعملها إنه هيكتب ريفيو سلبي ويحكي لأصحابه، وده بيضيع ملايين صرفتها الدولة على الدعاية. النائب أكد إننا مش في رفاهية إننا نخسر سمعة شركتنا الوطنية، وإن وزير الطيران لازم يتدخل فورا لإعادة الانضباط، لأن السكوت على المهازل دي بيضر بالأمن القومي الاقتصادي لمصر. الخلاصة ورسالة البرلمان، رسالة المستشار طاهر الخولي كانت واضحة وصريحة: محدش فوق الحساب، الشركة الوطنية ملك للشعب، وخدمة المواطن لازم تكون الأولوية الأولى. طلب الإحاطة ده هو أول خطوة في طريق الضغط على المسؤولين عشان يرجعوا لشركة مصر للطيران هيبتها والتزامها اللي اتعودنا عليه زمان. ودلوقتي الناس مستنية رد الوزارة ومستنية تشوف هل فعلا مواعيد الحج السنة دي هتمشي بالثانية، ولا هنشوف تكرار لسيناريو للمدينة المنورة اللي ضايق الناس. وطبعا حضراتكم لو حابين تعرفوا أكتر عن الموضوع تابعونا على موقع ومنصات جو إيجابيا. وبكده بينتهي اللايف الخاص بنا. بشكركم على حسن المتابعة، كنت معاكم أنا محمود صالحين، إلى اللقاء.